جاي لك النهارده عشان اقول لك ان كثرة النجوم في الفريق زي ما ليها ميزة ليها ألف عيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد النهارده على قناة عدليان، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان اللايك هو ده اللي بيدعمني. ما تبخلش عليا بيه. هدخل في الموضوع على طول عشان خاطر معانا اخبار كتير جدا النهارده على النادي الاهلي، واهمها الخبر الاول هو عقوبة ثلاثي الأهلي مجدي قفشة وحسين الشحات وعمرو السولية. طيب، في الأول كده يعني إيه دخل مجدي قفشة وإحنا كلنا نعرف إن حسين الشحات والسولية بس اللي في القصة بتاعت العقوبة بتاعت الاعتراض دي؟ مش عارف يعني، هو قفشة لقى كله بقى ظابط وبتاع، فأنا هخش معاهم خدوني معاكم. فاهم؟ فاهم أنت جو خدوني معاكم؟ طبعا خالد بيبو هنا بقى ما استناش عقوبة كل واحد 100,000. ما فيش. احنا داخلين على نهاية سيزون، وعارف انت لما بتقفل خلاص بقى عشان هتاخد الراتب بتاعك، هو كده الجايزة بتاعتك. نهاية السيزون لازم يكون فيه تركيز. عشان كده دايما بقول لك كثرة النجوم زي ما هي ميزة ليها ألف عيب. هنا بقى القائد اللي انا بتكلم عليه دايما لازم يكون على قدر من المسؤولية الكاملة جوه الفريق، مش قائد في الملعب بس، لا، اوضه اللبس كمان، قائد جوه الملعب وخارج الملعب. محمد الشناوي هنا اتكلم، وعايز يعني اقول لك بالظبط هو اتكلم معاهم وقال ايه. الشناوي قال لزملائه في الملعب ان اللاعب لاعب ولا يحق له الاعتراض على الجهاز الفني، والامر ينطبق عليا قبل اي شخص. وعايز اقول لك ان هو برضو اكد عليهم ان هو رجع بقاله 10 ايام في التدريبات، ومع ذلك لم يعترض. طيب، هتقول لي ازاي يعترض وشايف ان هو شوبير بيأدي كويس فهو ما ينفعش يعترض وكلام؟ لا يا باشا، الشناوي ضحى كتير قوي عشان الاهلي ومرضاش يمشي. وارد ان هو بعد ما خلاص خلص فترة العلاج بتاعته والتأهيل والتدريبات، وارد ان هو فكر بقى ان هو يرجع تاني اساسي وبتاع. بس لا، هنا العقلية بقى، العقلية هنا تختلف. العقلية هنا الراجل بيقول لك لا، انا مصلحة الفريق والجهاز الفني وانا تحت امر الجهاز الفني في اي وقت. طبعا ان شاء الله كده الاهلي هيرجع لمنافسات الدوري المصري، وبكره ان شاء الله مباراة الاسماعيلي. وارد بقى ان انت تلاقي وارد ان انت تلاقي الكيرف بيعلى او بينزل. الكيرف بيعلى او بينزل ليه؟ لان في فرق ما بين المنافسات الافريقيه والمنافسات المحليه. زي مثلا انت كده ايه، ما بتاكل اكله يعني حلوه واكله حادقه، دي ليها ايه طعم ودي ليها طعم. نفس النظام، الحاجه الحلوه اللي هي بتاعت افريقيا، والحاجه الحادقه اللي هي طبعا المحلي. خش لي بقى على الخبر اللي بعده على طول. عودة صخرة الدفاع ياسر ابراهيم. ياسر ابراهيم بيرجع في الوقت المناسب دايما. في ناس كده بتيجي في الاوقات المناسبة بتاعتها، يعني كل واحد بيجي في الوقت بتاعه، وده وقت ياسر ابراهيم. وانا عايز ياسر ابراهيم ينزل يلعب عشان افريقيا، عشان انا محتاجه في افريقيا. ياسر جنب عبد المنعم بس، مش عايز حد تاني. متولي اوكي، انما ربيع خليه يريح شويه بقى. طيب، معانا خبر تاني بقى، يعني بقى ده مش ممكن ما يفرحش الاهلاويه بس، الاهلاويه وغيرهم. استدعاء كابتن ومهاجم النادي الاهلي مين؟ وسام ابو علي للمنتخب الفلسطيني. قرر مدرب منتخب فلسطين استدعاء مهاجم النادي الاهلي وسام ابو علي لمعسكر فلسطين القادم لمباراتي لبنان واستراليا. ان شاء الله مفيش مشكله، خلاص الفيفا وافق على ان وسام يلعب مع منتخب فلسطين، وده خبر طبعا يعني هيرفع من معنويات وسام، وخبر مفرح لنا كلنا يعني. وسام مهاجم كبير جدا، انا مسميه ده مهاجم اوروبي. طيب، اخر حاجه هنتكلم فيها النهارده وهي موقعة الليله، موقعة إيه؟ يعني عايز اقول لك قمه الشامبيونز ليج، ريال مدريد وبايرن ميونخ، او بايرن ميونخ وريال مدريد، بحكم ان الماتش النهارده في المانيا في ملعب بايرن ميونخ. المدريدي هيقول نفسي الريال يكسب. مش هقول لك بقى المنوخاوي او البايرناوي، لا، انا هقول لك البرشلوني هيقول لك نفسي بايرن ميونخ يكسب. مع ان البايرن ده من حوالي 5 6 سنين، ولا سنه من سنتين كمان واخدهم 8،
ومن 5 6 سنين برضو ايه 7 و3 و4 رايح جاي، فتمانيات وسبعات كتير. فمعلش يعني استحملونا بقى. الريال هياخد البطولة السنة دي ان شاء الله. انا عشان انا مدريدي، انا ما بنكرش ولا اقول لك انا لا انا محايد ولا، انا اهلاوي مدريدي. ما تنساش اللايك، والقاكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.